سمعتي قبل كده عن هبوط الرحم؟ كلام بيخوف صح، تخيل المعنى نفسه يرعب. يعني ايه الرحم يهبط؟ لو حصل فعلا هتحس بايه وازاي تكتشفيه؟ مين اللي معرض انه يحصل له هبوط للرحم؟ ده البنات الصغيرة ولا الحوامل ولا الستات الكبيرة؟ أسئلة كتيرة مهمة هتلاقي إجاباتها من خلال الفيديو ده، شوفي للآخر هتعرفي إجابات كل الأسئلة اللي ممكن تيجي في بالك. أنا دكتور أحمد بدر الدين، أخصائي أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وتأخر الحمل، ويلا بينا نبدأ فيديو جديد. هبوط الرحم، تدلي الرحم او ميلان الرحم، كل دي مصطلحات بتعبر عن حاجه واحده، وهي ان في مشكله حصلت في الرحم خلته يتحرك من مكانه وينزل قريب من المهبل، وده بيحصل نتيجه لضعف في الاربطه والعضلات الموجوده في منطقه الحوض، بيخليها ما تقدرش تدعم الرحم زي الاول، بتكون النتيجه ان هو يتدلى او بمعنى اوضح يسيب مكانه وينزل لتحت. طب مين اكتر فئه بتكون اكثر عرضه للاصابه بيه؟ اكتر حد بيكون معرض لهبوط الرحم هم السيدات بعد انقطاع الدوره الشهريه بالخصوص، اللي مروا قبل كده بولاده طبيعيه لمره او اكتر. اهم سؤال ممكن يجي في بالك، ازاي تكتشفيه وايه هي الاعراض اللي بتخليكي لازم تروح للدكتور؟ في الحالات البسيطة في العادي مش بتسبب أي أعراض، لكن أما الوضع بيكون أسوأ بتبدأ تظهر أعراض، ومن أهمها مشاكل في المسالك البولية زي احتباس البول والسلس البولي، زيادة الإفرازات المهبلية، ممكن يحصل نزيف مهبلي، إمساك متكرر والمزمن، ألم في أسفل الظهر، بروز بعض الأنسجة من خلال المهبل، أحيان كتير بتحس كأنك قاعدة على كورة صغيرة. الاعراض دي بتديكي تحذير انك لازم تروح لدكتور النساء بسرعه عشان يشخص اللي حاصل ده، يقول لك هل الاعراض دي اعراض هبوط رحم ولا حاجه تانية. التشخيص بيكون بشكل مبدئي عن طريق الفحص السريري، لان هبوط الرحم بيكون في الاغلب باين وبارز من خلال المهبل. نعمل كمان منظار عشان نشوف الوضع بصوره اوضح. هل بقى هبوط الرحم ده ليه علاج؟ احنا كدكاتره نساء على حسب التشخيص نبدا ناخد الموضوع واحده واحده. يعني لو الموضوع مش شديد قوي ببدا اقول لك على حاجات تعمليها تخفف من الاعراض دي، زي التمارين الرياضيه معينه، تبع اسلوب معين في الاكل، اهميه زياده الالياف والسوائل عشان الامساك ده يروح، وغيرها من الحلول الطبيعيه البسيطه. طب لو الموضوع شديد وبقى خطير مش هتنفع معاه الحلول الطبيعيه، ساعتها بنرجع لاستئصال الرحم او علاج رفع الرحم، لان ساعتها وجوده هيكون مؤذي ليكي ولصحتك. فنصيحتي ليكي اول ما تلاقي اي اعراض غير متعارف عليها عندك، خصوصا لو انت سيده مقطوعه عن الدوره الشهريه من فتره وحسيتي بحاجه غريبه بالنسبه للرحم، اكشفي فورا وما تكسليش عشان نقدر نشخص الموضوع صح وبسرعه، وده هيكون اول خطوه في العلاج.